فقط بانه يعدي لها حق الملح هذايا ويكون قطعه ذهب، لا شري لها النجمه، والنجمه باسمها. اي نعم، نجمه باسمها. قريت شويه لي كومونتير، تعليقات التوانسه، اللي يقول غلى علينا الخبز، اللي يقول بربي وين تتباع هالنجمه. برشا يحبوا يعرفوا اكثر معطيات على حكايه هالنجمه، سورتو انه مجموعه من الاخبار الفتره اللي فاتت تقول انه جزائري خذا خطيبته نجمه ومتسميه باسمها، تونسي زاد كيف كيف. اليوم وضعيه ظهر لي ثالثه، انه تونسي يشري نجمه لزوجته. باش ناخذوا اكثر معطيات على الموضوع هذايا، منين يشريوا فيهم نجوم وبقديش الاسعار، وهل الحقيقه معنى الموضوع هذايا صحيح والا لا، كل التفاصيل باش نتعرفوا عليها مع استاذ التأثير العلمي في مدينه العلوم بتونس السيد هشام بن يحيى. نقول له اهلا وسهلا ومرحبا سي هشام. اهلا وسهلا بك هبه، تحيه ليك وتحيه لكل المستمعين جوهره. دونك نحكيو على النجمه. انا من قبيله اول ما بديت ليميسيون قلت نجمه، شنو قالوا لي نجمه ذهب يا وليدي، قلت لهم النجمه اللي في السماء النجمه الضويه ولات تتشري، صحيحه الحكايه؟ نعم، هي انا صارت قدامي يعني ساهمت يعني في يعني اشاره، يعني وريت الناس شراوا نجمه من اوروبا وجاوا لتونس شافوها، ولكن مش في تونس. هي الحكايه موجوده فعلا في الاوروب، ولكن بطريقه يعني عن طريق شركات الكترونيه او عمليات تسويق الكترونيه، يجيب بها لك نجمه في السماء، يقول لك هذيك نسميها هبه. خلينا ناخذ اسمك مثال. اي لازم اذا كنت تبيع نجمه حتى ساعه وشيء قبل كل شيء، كل نساء تونس يستحقوا، امهاتنا واخواتنا وزوجاتنا يستحقوا 1000 نجمه ونجمه على المجهودات الجباره اللي تعملها. ولكن هل هذا ديما سؤال، يعني السؤال ديما يبقى هل هو قانوني او لا؟ النجمه اللي باش نهديها لك باش نهديها لك بعيد عليك مئات الالاف السنوات الضوئيه. يعني ماكش مشتراها، وكما اللي قالوا باع له التران ولا نبيع لك البابور ولا حاجه، نفس الشيء ماكش مشتراها. عباره على قريت عباره على بعت لك وهم، ماكش مشتراها، ماهيش مش تولي اسمك فعلا. نقول لك باش نقول لك، هي في الفيديو جبدت بالكيو ار كود، دونك فما ان كيو ار كود كي تسكاني تطلع يطلع اسمها بعد النجمه. دونك هالتحيز الالكتروني هذايا او الوهم هذايا، هذا بالضبط. هذا مش نرجع لك ليه الحكايه، حكايه التسميات. يعني انا نجم نعمل ابليكاسيون، نجم نتحكم في التسميات، ولكن شكون عنده الحق؟ من يحق له التسميات بالنسبه للنجوم؟ نحب نسميها هبه، نحب نسميها هشام، نحب نسميها اي اسم. شكون اللي عنده الحق يسمي نجوم؟ هو الاتحاد الدولي لعلوم الفلك. النجوم ينقسموا الى جزئين، لي زيتوال اونتيك اللي هما نقولوا انتيك بلغتنا نحن، اللي هما تاريخيين كما النجمه القطبيه، كما يعني اللي سموهم الاجداد تقريبا 6000 نجمه. هذوما يعني النجوم اللامعه اللي القدر نتاعهم على مستوى الرؤيه، حتى حد ما ينجم يمسهم كما قرطاج. فهمت؟ يعني كما هو اثر انساني لا مادي. يعني حد ما ينجم. فما نجوم اللي عندهم يعني ديكود، حتى التوا عندهم كود، ما عندهمش اسامي وغير لامعه وما تتراش بالعين المجرده. اعطاهم الاتحاد الدولي كود. الشركات هذه تجي تدخل تعمل تطبيقات كيور كود. يعني انت بيدك تنجم تعمل كيور كود، راهو تنجم تعمله على حتى يعني اي واحد فما ديزابليكاسيون يعطيو كيور كود. وكذلك ينجم كذلك يلعبوا على خريطه السماء، قول يلعبوا ويتلاعبوا بخريطه السماء، لانه خريطه السماء هي كذلك ارث بشري. هما يتلاعبوا لهنا التلاعب، يعني يوريك، يعطيك خريطه ويعطيك الموقع نتاعها وتدخل بالكيور كود. هذا الكل مكلفك $200 اللي تدفعها. بربي قبل ما ندخلوا في السعر، انا اللي شفت الفيديو انا بعثوه لي الصباح، قمت نلقى اصحابي باعثين لي الفيديو قالوا لي مازلت تحكي على حق الملح انت. انا حق الملح قالت ما زلت فقيره انت. تو ولينا نحكيو على نجمه. دونك هو الكلي وصلها ظاهر من برا، ان شاء الله ربي يدوم عشرتهم، لكن فيها شهاده، ومع الشهاده هاو نشوفوا احنا ديجا نحينا الاسم، دونك شهاده، وكيف زاد كيما قلت انت خريطه هكا فيها النجوم، ومعها الكيو ار كود اللي من خلال الكيو ار كود هذاك تلقى اسمك والنجمه. دونك
ما نعرفش وشهاده زاد. بالضبط. اي الشهاده هي لازم تصدرها الشركه هذه، لانهم شركات هما يبيعوا في النجوم، ونجوم غير يعني ليست يعني كما نقولوا يعني بعيده خاصه، ما تنجمش تراها انت كانك كما قلت لك يعني بعت لك التران اللي هو ملك الدوله. فهمت؟ او بعت لك حاجه ماهيش نتاعك. يعني بعت لك حاجه ماهيش نتاعي انا. هذوما مواقع يتحايلوا على العباد بدعوى انه يعني تنجم تقول حاجه رمزيه. بالعكس يعني قداش السعر بربي سي هشام النجمه؟ الاسعار بين 20 دولار الى 200 دولار، ويمكن حسب اللمعان او حاجه كيما هكا الى 1000 دولار اذا تبيع حزمه كامله، تشري حزمه كامله ولا نشري لها باك نتاع فورفي نجوم. اي باك نتاع نجوم. هذه يعني للاسف يعني المشكله هو شنو وين موجود؟ المشكله موجود في تطبيق القانون الفضاء. يعني القانون الفضائي التوا مطبق يعني بحذافيره بالنسبه لكل الشركات الفضائيه او شركات هذه، لانه هما فما يعني حتى في الشركات الكبيره كما سبيس اكس، سامحني باش نقول كلمه ان شاء الله ما تجيش بينا، يعني فما تجاوزات في تتعلق بتلوث الفضاء، تتعلق بالاضرار الناجمه على الاقمار الصناعيه الصغيره. نحن عندنا تشالنج واحد بركه خرج ينجم يتقلق بالالاف الاقمار الصناعيه اللي تخرج فيهم الشركات الضخمه هذه. يعني المشكله في طريقه او طرق تطبيق قانون الفضاء مع الشركات هذه اللي ضخمت وكبرت، ويعني كانت مختصره على اوروبا بركه. يعني الشركات هذه بدات يعني بفضل التسويق الالكتروني بدات تدخل يعني للبلدان نتاعنا، للمجتمع نتاعنا، المجتمعات نتاعنا. نحب النبه الناس اللي هكا صح للمراه ساعه اللي خذت الواحد وربي يهنيهم، ولكن نحب النبه يعني اللي انت مش تشري نجمه مش تراها، مش يتحايلوا عليك، حتى حد ما مش يوريها لك، ويمكن مش نشتراها جمله ولكن حاجه رمزيه. هي حاجه رمزيه. نجمه تدخل للابد معناها 200 دولار معناها نجمه ديك ولا فما ديدلاين؟ مادام فما تحايل نجموا يبيعوها مره اخرى. والله العظيم والله ما عندي يعني هو مادام فما تحايل ينجم يبيعوها للناس اخرين، لانه هذا وهم، يعني يبيع لك حاجه وهميه وشهاده ودنيا بالضبط. نجم نصدر لك شهاده ونصدر لك الموقع نتاعها، خاطر الموقع نتاعها سي سور مش يكون صحيح. يعني ما تنجم تقول يعني لانه خريطه السماء ما معهاش لعب، يعني كل نجمه عندها الاحداثيات نتاعها.